ما شفتم عنوان الحلقة الأخيرة اللي بقناتي أو راحت لقناتي بسبب شخص، وهذا الشخص انتم كلكم تعرفوه متابعيه. فقبل فترة كلكم شفتوا، كلكم متابعين قناتي وشايفين هذا الفيديو أكيد. نزلت فيديو على شخص اسمه يوميات واحد نذل اللي هو علي النقس. فنزلت الفيديو طوله 30 دقيقة. طبعا ذاك الفيديو هذا الشخص كبر راسه اكيد، يعني شيء منتهي من عنده. فطلعت كل حقيقته، بينت كل حقيقته. يعني الحمد لله والشكر بذيك الحلقة التفاعل وياه كلش كبير، الكل صدقت بكلامي، لأن أنا ما حكيت شيء جايبه من داخلي. الحمد لله والشكر. أحكي لكم شيء وأعطي لكم إثباتات حتى تصدقون بكلامي، حتى تصدقون كلامي الصحيح وأني ويا الحق. فيعني بصراحة الفيديو كلش نجح، واللي صار وياه كلش هواي، لأن هواي الناس صارت ويا الحق. عافت علي شاكر ولا عافت عبود من الدورة، مشت ويا الحق، مشت ويا يعني الشخص اللي دايم مشي ويا الحق. فبصراحة ما كنت متوقع هذا التفاعل وياي صار، يعني كلها صارت وياي وساندتني، بس الحمد لله والشكر. مثل ما قلت لكم اللي مشي ويا الحق دائما يكون الله ناصره، فالحمد لله والشكر. المهم ولما نزل هذا الفيديو طبعا هذاك الشخص الثاني اللي هو يوميات واحد نذل كل ضاج بمعنى الكلمة، يعني لأن صار يعني مثل إذا أنتم شفتوا الفيديو نزله بقناته، يعني الديسلايكات ما شاء الله بشدة. أني مو شغلك مو يعني شلون مستهزأ بي أو مو يعني مكيف، لا بالعكس، بس كيفت لأنه الناس عرفت الحقيقة، عرفت منو أبو الحق ومنو الشخص اللي يعني شلون أقول لك الزين والشخص اللي مو زين. فالمهم نزل الفيديو، هذا الفيديو لما نزلته أني هو كل ضاج لأنه الناس اغلب الناس صارت ضده، وبالتعليقات قاموا يسبوه ويغلطون عليه. بس امانه الله انتم كلكم شاهدين على كلامي، هذا الشيء انا ما ردته ولا طلعت من متابعيني بانهم يروحون يغلطون عليه او يسبوه او يسووا ديسلايك. هذا الشيء كل هذا الشيء انا ما طلبته من عندهم، بس هم مشوا الحق وراحوا سووا هذا الشيء، وانا طبعا اشكرهم. بس بنفس الوقت ما انصحهم يسوون هذا الشيء. ما احب يصير يعني واحد يغلط على واحد بسبب هذا الشيء، ما احبه ولا اريده اصلا. طبعا ورا ما شاف الناس كلها صارت ضده، الناس قامت تضغط عليه، ايش راح يسوي؟ اكيد لازم يسوي شيء حتى ينقذ نفسه او ينقذ قناته من الشيء اللي صار. فاكيد يرجع على السبب اللي سوى هالشيء. فطب لي على الخاص على الفايبر، قال لي انت شنو عدين صار مثلا خوش ولد او صار لوتي؟ انا ما اريد اجيب لكم الكلام اللي هو صار بالضبط، لان هسه اشوفكم انا رسائل تقروها بنفسكم، انا ليش اتعب نفسي تدخلون رسائل بنفسكم. فالمهم جاب حكي كل هذا خيشي، وين وصل بانه الدرجه بانه يقول لي يعني شلون قلت بين قوسين هددني بشنو؟ هددني بحياتي. يعني بصراحه انا هذا الشيء انت تقول لك انت عبودي جوان تخاف، ليش كنت تخاف من عنده وحسيت قناتك من وراه؟ بصراحه اخاف، كل انسان من حقه يخاف على نفسه، وانا اخاف على نفسي. يعني صحيح القناه مهمه كلش بالنسبه لي، يعني شلون اقول كلش تعبت عليها، صار تقريبا 3 سنوات ونص اتعب عليها. يجي واحد يهددني بحياتي، صحيح اني صحيح جزء تهديده مجرد كلام او بس حكي، بس انا بصراحه خليته بشيء صحيح. جوز كل شيء يصير، يعني جوز هو يطلع انسان ايش مالكم كل شيء يصير، لا يغركم الشكل او تبعوا على اليوتيوب، جوز يطلع انسان مجرم. انا يعني شنو حستفاد انا مثلا؟ صحيح قناه اليوتيوب احبها، صحيح تعبت عليها، بس مو توصل لدرجه بانه يعني شلون خاطر بحياتي في سبيل قناه على اليوتيوب، هذا الشيء مستحيل. فقدامكم انا حكي اعلنها بانه علي شاكر او يوميات واحد نذل هددني بحياتي. فانا هذا السبب نزلت هذا الفيديو حتى اقول لكم انا انه صحيح هذا الشيء صعب، بس مجبور اسوي، مجبور ما اعرف بعد اكيد راح تكون من وياي واكيد راح تحسون بي، يعني
خلي نفسكم بمكان واحد يهددكم، يعني اكيد راح تخافون او تنسحبون بين قوسين. فانا بصراحه فضيت نفسي على القناه، فاكيد اي انسان يسويها بمكاني. فحيكون اخر فيديو بالقناه، اكيد حيكون حتتعجبون، حتكون شو تسوي انت ليش هيجي. فبعد ما يعني خلي نفسكم بمكاني. فهذا بصراحه حيكون اخر فيديو بالقناه، راح اشتاق لكم هواي، وانا كلش احبكم، واعتذر منكم اذا فدون الله وجدكم او اسأت لكم بشيء يعني شيء معتمد او شيء انا ما معتمده اصلا. فاخير كلمه اقول لكم انا كلش راح اشتاق لكم، وانا كلش احبكم، كل سويتها على مودكم حتى من ضحككم وافيدكم حتى شيء قليل. بين قوسين مختصر الكلام اني راح اترك قناتي بسبب تهديد يوميات واحد نذل الي. هذا كل شيء اللي اقدر عليه، وان شاء الله نلتقي بوجه بوجه. صحيح اعوفكم باليوتيوب بس راح تبقون انتم بقلبي، وانا كلش ابقى احبكم. بصراحه ما اقدر انهي هذا الفيديو لين ما ادري. يلا بعد شو اسوي؟ الله يسامحه، وانتم اكيد راح بعد ما اقدر احكي كذا شيء. سامحوني وارجع اقول لكم انا احبكم كلش. السلام عليكم. بين قوسين مختصر الكلام اني راح اترك قناتي بسبب تهديد يوميات واحد نذل الي. بعد ما اقدر احكي كذا شيء. سامحوني وارجع اقول لكم انا احبكم كلش. السلام عليكم. السلام عليكم يا حبايب قلبي، شلونكم؟ رب تكونوا بخير، وياكم اخوكم دائما عبودي بن الدوره. طبعا هسه اكو ناس ضاجت على هذا الفيديو شافته، واكو ناس فرحت، هذا الشيء منتهي من عنده. الضاجوا انا اعتذر من عندكم، والفرحه لا تفرحون بعدني موجود. فالمهم كل هذا شفتوه بالبدايه كان مجرد بانه خدعه بسيطه، خدعه حتى هذا الشخص شويه هيك 3 دقائق 4 دقائق شويه يفرح. بس لا حبيبي اني ما اعوفك وراك بس شنو يعني اوعدك وعد بانه هذا اخر فيديو ينزل عليك. صحيح انت كلش كبر راسك، فلا حبيبي انت ايش تفرح؟ ما شويه الضام لك اياهن ما يخليك شويه تفرح، هذا الضوج بس شويه اصبر لي. فالمتابعين راح يقولون عبود ليش تحكي عليه هواي؟ تحكي عليه بمقطعين، ترى كبر راسه كلش يعني. انا وياكم كبر راسه شيء منتهي من عنده، فرحان ومتونس. والدليل على كلام بانه فرحان، شوف هاي الرسالة دز لي اياها ورا ما نزلت الفيديو الاول عليه، قروها. قريتوا؟ شفت الرسالة دز لي اياها ورا ما نزلت الفيديو عليه؟ يا اخي مرتاح مكيف. الناس غلطت عليه شيء مهمه يعني عنده عادي، بس مهم قناته صعدت براسي. من اقول لكم انا صعدت، اكو ناس كذبتني وناس صدقتني، بس اقول لكم اقسم لكم بالله هاني صعدته وهاني سويته، ولحد الان انا صعدته وانا سويته. فالمهم انتم بنفسكم وتاكدتوا بانه قرأتوا الرسائل مالته. هسه تقول لي عبودي هاي رسائل مفبركه، يقدر اي واحد يسويها، تدزها عادي واحد ترتبها بينك وبين نفسك. بس راح اقول لكم اقسم لكم بالله 3 مرات احلف لكم، مو مجبور احلف لكم، هاي رسائل من عند علي شاكر وهذا رقمه. ورا ما دز لي هاي الرساله، استغفر الله، وانا انزل الفيديو دز لي هاي الرساله ورا يومين او 3 ايام نزل فيديو بقناته الثانيه قال عبود بن الدوره رسائل مفبركه ورسائل هو مسويها، وشكوا رسائل اشوفكم اياها غلط بغلط، انا ما حاكي وياه هيك حكي. والشاهد على كلامه طه البغدادي كلكم تعرفوه، وكلكم متابعين كلكم تعرفوه. طه البغدادي يعني انا كلكم تعرفون، اول ما اشتغل وياي، اشتغل وياي فيلم الاخوان الخمسه. المهم والله العظيم اكثر شيء عجبني واكثر شيء يعني ضوجني بصراحه
من شفت طه البغدادي صار ويا علي شاكر علي. هذا الشيء ما كنت متوقع طول عمري. يعني يقول لك سوي زين بالشط. المهم الله يسامحك طه البغدادي، انا صحيح احبك واحترمك، بس انت هذا الشيء سويته تنكرني. هذا الشيء بس اللي ابن الحرام يسوي هذا الشيء. المهم نزل فيديو يقول رسائل مفبركه وماكو شيء حكي، وطه البغدادي شهد على كلامه. طه قاعد يمي يشهد على كلامه. حلو. طه البغدادي دزيت له رساله على الماسنجر على الفيسبوك، حتشوفون الرساله اشوفكم اياها وحده بوحده. وارجع اقسم لكم بالله رسائل مع طه البغدادي بنفسه، هو حاكيه وياي. نزلت مشهور على الفيسبوك، قلت له ما طه البغدادي طلع واحد هم نزل. طب لي على الفيس اقول له عبودي ليش تحكي علي؟ انا احبك واحترمك، انت صاحب فضل علي وانت بدايتي وياك. قلت له طه انت خسرتني وانت حشيت علي، فانت لعبتي الثانيه او انت صرت ويا علي شاكر. قال لي والله العظيم وانا ما حاكي عليك وما قصدك وانا مو حكيت عليك. يعني طه يعني مو الفيديو موجود، يعني شلون انت ما حاكي علي؟ فالمهم جاب لي حكي. فانا سويت قلت خلي استغل هاي الوضعيه، خلي ابوك كلامه، يعني ابوك لسانه، حتى شنو اشوفكم اياه برسائل. فجبت انا حكي. فالفيديو نزله علي ايش قال علي بانه هو عبودي وكلنا بالبيت دجاج. يعني انا شفت الفيديو نزلته ياكلون دجاج ببيتنا هو طه وعلي. شو يقول بانه حتى قلاص مي ما جاب لنا، على اساس اني موكلهم صحيح ببيتنا بس قلاص مي ما جايب لهم. يا الله. يعني توقعوا بربكم اجيب لهم اكل ما اجيب لهم مي شرب، شنو كافر؟ يعني مو هالدرجه يعني. فقلت له طه برسائل بكتسان طه، قلت له طه صحيح هذا الحكي؟ قلت له عليك الله ما الله عليك من كنتوا تجون يمي مقصر لكم شيء، انا مضيفكم من كل النواحي، مضيفهم من كل النواحي. كان يقول لي صحيح من السواب، حتشوفون الرساله بنفسكم حتى تشهدون بانه كلامي صحيح واني ما اجيب كلام من داخلي. فشوفوا رسائل مع طه البغدادي على الماسنجر. كلكم شفتوا الحكي مع طه البغدادي. يعني امانه الله بانه انا ما قصر وياهم بشيء من كانوا يجون يمي، مضيف من كل النواحي وانا ما اعيرهم، بس حتى تشوفون كلكم تشهدون على الحقيقه مالتهم اللي حكوها وانا شربتكم اياها. فالمهم نرجع على علي شاكر. علي شاكر حبيبي انا غيرتك حلقه خزيتون رقم 5 طارت شيء من تيم عدد، بقيت لك خزيتوني 4 و3 و2 و1. هذا الشيء صحيح مو صحيح حبيبي؟ سطب على قناتك راح تلقي خزيتوني رقم 4 ماكو، خزيتوني رقم 3 ماكو. لا مو الدرجه، لا خطيه، لا. علي شاكر يا حبيبي بالعافيه عليك. خزيتوني رقم 4 طيرت لك اياها راحت، 3 طيرت لك اياها بعد شو تريد؟ يعني الرجال خطيه هددني، قال لي يعني هددني مقابل قناتي، وانا خفت منه كلش، مترجف من تهديد علي شاكر كلش، كنت اخاف يعني بصراحه ما اعرف. فسويت ردي على تهديد علي شاكر، وهو طيرت لي رقم 4 خزيتونه ورقم 3 بقيت بس رقم 2 و1. لا يا حبيبي لا. فيا علي شاكر يا حبيبي صير خوش ولد وصير حباب، لا تبدأ بتاج راسك واللي اعلى من عندك حتى ما يجون يمك او ما يطيرون قناتك. فاني قدام الناس كلكم وقدام متابعيني علي شاكر اخر فرصه الك. حلو؟ طيرتك 3 حلقات من قناه من قناتك، طارت 3 حلقات، ومستعد اطيلك الرابعه والخامسه والسادسه، ومستعد اسد قناتك وهالاسبوع. بس علي شاكر قدامك اخر فرصه، يعني شلون اعطيك اخر فرصه في سبيل شنو؟ حتى الناس اللي يحبوك ما يقولون عبود انت قسيت عليه وما طيرت قناته بدون سبب. فوالله لا، كل الحق وياي، طير قناته كل الحق وياي، حكي عليه باكثر من فيديو واتهمني باشياء مو حقيقيه وحكي هواي امور علي مو زينه. فانا كل الحق وياه طيرت قناته ومسحت فيديوهات من قناته. فعلي شاكر حبيبي الغالي باش تريد، قلت لك حبيبي باش تريد اكثر من هذا الدولار ما تلقى. بس علي اقسم لك بالله قدام متابعيك باوع المره الثانيه جبت طاري اسمي بشيء زين او شيء مو زين بالقناه مالتك، اذا ما خليك تبوس يدي في سبيل ارضى عليك وما طير قناتك،
اني ما تسمى عبودي والكل تشهد على كلامي. هسه حتقول عبود ليش طير قناته؟ واجه بوجه وحل مشاكلكم سوا، ليش على طيرك فيديوهاته وهاي؟ هو لو بيحظ لو هو صدق رجال من صدق، يعني رجال كم مرة تواهجه بس ما يجي يخاف. واذا كلامي كذب خلي يقول كلام عبود كذب، والله على اكثر مرة تواهجه بس هو يخاف يجي لان هو اصلا مو رجال. علي شاكر انكر كلامك، قول عبود كلامك كذب. فاذا انت مو رجال انا ما مجبور انه يعني ما ادري احكي اكثر، ما ادري ازيد بالكلام اكثر حتى ما يكون تجاوز بالفيديو. فحبايب قلبي اوعدكم ان شاء الله هذا اخر فيديو مشكله بقناتي، انسدت هذا الملف، انسد نهائيا. علي شكل كبرت راسه كلش في اخر فيديو لي بقناتي، بس حبيت بهذا الفيديو احذره تحذير نهائي قدامكم انتم، حتى شنو ما يكون عندي تقصير بالمستقبل اذا سويت لي شيء بقناته. فاستحملوني وان شاء الله الاسبوع اللاقي يعني انزل لكم فيلم كلش حلو كلش قوي، راح يجيبكم ان شاء الله قصته كلش حلوه. عندكم تسوون لايك للحلقه، اتمنى تسوون لايك للحلقه، تحبوني وتكتبون بالتعليقات، كتبوا تعليق شيء حلو يعني يصير ويا الحق وياي حتى يطلع تعليقكم، واذا كتبتوا تعليق بسبب غلط اكيد ما حيطلع وراح يمسه. فهذا كل شيء عندي بنهايه الحلقه. اتمنى ما ضجتوا من عندي، او انا اصلا يعني واذا اعتذر اذا تجاوزت بكلامي يعني او شيء ضوجكم بكلامي، انا كل شيء اعتذر، انا مو قصدي اتجاوز، بس امانه الله كل كلامي كان شيء حلو ومحترم وما ابي تجاوز. فاتمنى منكم تسامحوني على كل شيء سويته. صحيح هذا الشهر كله قضيت عليكم مشاكل، بس استحملوني، وهذا اخر فيديو مشاكل ان شاء الله، وبعد ما تنزل هيك فيديو بقناتي نهائيا. يا رب الحلقه تعجبكم ونال رضاكم، وشيء من عندكم تسوون مشاركه الحلقه حتى الكل تعرف الحقيقه، تسوون لايك وتشتركون بالقناه، وانتظروني الاسبوع اللاقي فيلم كلش حلو يعجبكم ان شاء الله. يلا حبايب قلبي، السلام عليكم.